السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات، عاملين ايه؟ مع حضراتكم فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي في مدينة الفسطاط، في ظهرنا السيدة عايشة، على شمالنا طلعت الدائري الجديدة اللي بتودي على الدائري وطريق الاسطورات. من تحت كده من هنا حضرات بنطلع على متحف الحضارة وكورنيش النيل. كنت حابب ان نشوف كده مع بعضينا كده متحف الحضارة، والمنطقة هنا منطقة مدينة الفسطاط في مصر القديمة. حاجة بقت جميلة جدا. هنا ده كوبري اللواء الدكتور صلاح الشاذلي اللي على شمالنا ده. على يميننا بحيرة القاهرة، بعد منه على طول متحف الحضارة. احنا على يميننا متحف الحضارة، وعلى شمالنا مدينة الفسطاط. مدينة الفسطاط دي احنا هنا كده ماشيين موازي لصلاح سالم. صلاح سالم على ايدنا اليمين على طول كده حضرات. لو حابين نطلع على الطريق الدائري وعلى طول كده مباشرة واحنا ماشيين في الطريق هيطلعنا على منطقة فواخير الفسطاط. اللي على شمالنا دي منطقة فواخير الفسطاط. المنطقة اللي على شمالنا دي يا حضرات. احنا هنا كده الطريق اللي بياخدنا لكورنيش النيل وطلعت الدائري. هي دي منطقة فواخير الفسطاط. هنا الناس اللي بتعمل الفخار. طلعت الدائري، طلعت هتنزلنا اللي بتنزلنا على الكورنيش، بتقابلنا كده يا حضرات. الكوبري ده حضرات بينزلنا على كورنيش النيل. احنا هنا كده حضرات نزلنا على كورنيش النيل. حابين نطلع على زهراء مصر القديمة بنخش شمال على طول كده حضرات. لو احنا حابين نكمل في الكورنيش، معادي، حلوان، دار السلام، مستشفى السلام الدولي. الطريق بيتابعنا كده مع حضراتكم لحد ما بنطلع كده. احنا على يميننا النيل كده على يميننا. طلعت الدائري على اليمين. لو احنا حابين نطلع الدائري طريق مصر اسكندرية الصحراوي مدينة 6 اكتوبر الطريق الدائري. حابين نطلع على الهرم منصورية طريق سقارة الجديد الطريق السياحي. دي طلعت الدائري يا حضرات. لو احنا عايزين نطلع طلعت الدائري من صلاح سالم، دي انسب طلعة اللي طلعت الدائري. لو انتوا رايحين للهرم وعايزين تهربوا من الزحمة، رايحين محور المريوطية، رايحين المنصورية، تمام. احنا كده اول ما بنطلع على الدائري حضرات النيل اهو على ايد حضراتكم اليمين. هنا ده النيل، كورنيش النيل، احنا معديين من فوقيه. مجرد ما بتعدي كورنيش النيل حابين بتبقى نزلة البحر الأعظم، اللي هي النزلة الشارع البحر الأعظم، نزلة المنيب، بيقابلك على ايدك اليمين.
كده احنا متابعين مع حضراتكم من على الدائري اتجاه طريق السياحي الهرم، المنصورية، المريوطية. وعلى يمنا كده نزلة شارع البحر الأعظم، ودي الطلعة. الكوبري ده بيقول لحضراتكم لو انتوا عايزين تطلعوا تروحوا المعادي، المنيب، الكوبري اللي على اليمين ده. وده حضرات الدائري بعد ما توسع. طبعا على شمالنا كده في اعمال انشاء للاتوبيس الترددي زي ما حضراتكم شايفين. الدائري هنا وسع واتسافلت بطريقة ممتازة، بقى افضل من الاول بكتير جدا. الطريق كده هنا حضرات بياخدنا مباشرة لمحور المريوطية. لو عايزين نروح محور المنصورية، اللبيني، طريق سقارة، نروح الممشى السياحي الجديد، كل ده من على طريق الدائري. الدائري شايفين يا حضرات بعد ما وسع بقى جميل ازاي، وبقى المشي فيه انضف واحسن، وما بقاش يقف زي الاول في بعض المناطق الكتير اللي كان بيقف فيها زي الاول. بعد ما توسع كده الوقفة فيه ما بقتش زي الاول. زي ما حضراتكم شايفين كده على الشمال دي هتتعمل محطة للأتوبيس الترددي، والدائري بيكمل معانا كده. وزي ما حضراتكم شايفين هنا كده على شمالنا بيقولك طلعت اسكندرية الصحراوي. لو احنا رايحين شمال مدينة 6 أكتوبر كده على طول منصورية، سقارة، دهشور، يمين نزلة المريوطية. على طول كده حضرات لو احنا عايزين نروح الممشى السياحي الجديد كده على طول. بس هنا بيقولك منطقة أعمال، بيعدلوا هنا في الدائري طريق المنصورية دهشور. على طول كده لو حابين نروح الممشى السياحي هنزل يمين ونشوف مع بعض محور اللبيني هرم. هنا في اعمال انشاء، شايف في تصليحات على يمين وشمال الطريق كده حضرات. داخلين على محور اللبيني هرم. محور اللبيني هرم ده كان من فترة قريبة مش بعيدة، من كام سنة صغيرين فاتوا. المنطقة هنا ما كانش متعمرة وكانت يعني يعتبر فاضية. يعني محور اللبيني هرم ده يعني كان اللي عايز يروح يسكن بعيد عن الهرم وبعيد عن دوشة الهرم وفيصل والكلام ده كله كان ممكن يروح محور اللبيني. تعالوا بصوا دلوقتي محور اللبيني بقى عامل ازاي، بقى نضيف وجميل وحاجة ممتازة جدا على الطريق. اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، واشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي ماشيين موازي لمحور مريوطية هرم، ودلوقتي احنا في محور اللبيني. منطقة مدارس ومنطقة جامعات. لو احنا عايزين نطلع على طريق الهرم وفيصل بنكمل على طول، بنقطع التقاطعات والنفق وبنخش شمال على فيصل. وبكده انا كنت حابب ان اوريكم طلعة الدائري ومحور اللبيني. تمام، واشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله